السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة بسيطة وسهلة. كان عندي دبابيس فراخ، قلت هعملها، اعمل جنبها شوية رز بشعرية وشوية خضار سوتيه، حاجات خفيفة كده وسريعة. اول حاجة عندنا الدبابيس الفراخ، غسلها ومنضفاها ونقعها بمحلول النقع ومخليها زي الفل. هجيب بولة صغيرة، احط فيها نص كوباية لبن او لبن رايب او زبادي، اي حاجة عندك، وربع كوباية زيت. هجيب شوية توابل، عندي دي معلقة توم مفروم، بابريكا، كركم، سنة قرفة، توم باودر، بصل باودر، شوية بابريكا اللي عندك، فلفل اسود طبعا. وهقلب كل ده مع بعضه. معلقة التوم انا دقها عشان تبقى ناعم، وما تقلقيش مش هتعمل اي، احنا هناخد بس الريحة بتاعتها جوه الصوص. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وهتبل بيهم الدبابيس بتاعتي. انا هشويهم في الفرن وهحط معاهم الخضار. ادي كده شوية ملح ونص معلقة سكر. تمام. حابة تضيفي نص معلقة صلصة طماطم، ما فيش مشكلة، بس انا قلت ايه، هنخلي لونها كده جميل ذهبي من غير صلصة ولا حاجة. هقلبها كويس جدا عشان المقادير دي كلها تمتزج مع بعضها وتدوب في شوية اللبن والزيت. وهجيب بقى الدبابيس بتاعتي، هقطعها كده بالسكينة، اعمل فيها فتحات عشان تشرب من التتبيلة، وفي نفس الوقت بتديها شكل جميل. همسك واحد واحد كده وهعمل فيه فتحتين. اولا التتبيلة هتدخل فيه، ثانيا هيستوي احسن. اهو شايفين، مش واصلة للاخر يعني، بس مفتوحة. هعمل الباقيين كده كلهم. اهم حاجة طبعا ان انت تكوني غسلة الدبابيس غسلة كويسة جدا، ونقعها بنص معلقة خل، ليمونتين، شوية مية وفيهم ملح وسكر، وسيبيهم كده قد نص ساعة عشان ما يبقاش فيهم اي ريحة زفارة. انا هفتحهم كلهم وبعدين هنحطهم في التتبيلة. بيديها شكل جميل للدبابيس، وفي نفس الوقت اما بتتشوي بقى كأنك شوياها على جريل. بس كده انا فتحتهم كلهم. هحطهم دلوقتي بقى في التتبيلة وهسيبهم مثلا فيها كده قد نص ساعة، ساعة، الوقت اللي مسموح قدامك. يعني لو انت قدامك لسه شوية هتعملي حاجة، انا كده هركنهم حوالي نص ساعة عقبال ما اوضب الخضار والحاجة اللي هعملها. هنقلب التتبيلة كويس كده ونشربها كويس. انا لقيتها كده مش هتنفع ومش هتنجز معايا، فهمسك قطعة قطعة كده واغطسها في التتبيلة ديت، واركن جنبي في الطبق. وخلاص كده هركنهم لحد ما اظبط بقية الحاجة. حابة تحطي على التتبيلة ديت ليمونة كويس جدا، بس انا للأسف ما لقيتش عندي وكسلت ادور، فقلت خلاص مش مشكلة. لكن لو حط لها ليمونة هتخليها طعمها برضو جميل. انتوا واخدين بالكم طبعا ان انا بغطس في التتبيله، مش التوم ما بيشبكش كله في القطعه ولا حاجه، هو هيفضل تحت في قعر الطبق، بس الريحه بتاعته والطعم بتاعه هينزل في الخلطه. يعني ما تقوليش ان هي هتبقى كلها توم ولا الكلام ده. انا دلوقتي قطعت شويه خضار عقبال ما ركنت الفراخ تتبل شويه، والخضار هحط عليه شويه ملح وفلفل واللي انت حباه، سنه بهارات، حبه اللي هو التوم البودر والبصل البودر، بس يعني اما تحطي توابل ما تكتريش من كل حاجه، سنه كده على حرف المعلقه، بحيث ان الحاجه تفضل محتفظه بطعمها. الخضار ده مشكل بطاطس، على فلفل الوان، على جزر، على شويه بسله.
وقلبتهم كويس جدا، وهرصهم تحت الفراخ. مش هرصهم بقى في نفس الصينية تحت الفراخ. انا جبت صينية حطيت فيها شوية مية، هحط فيها ورقتين لورا وفصين حبهان وورقتين نعناع. المية دي هتبقى من تحت، وهحط عليها المصفى، هحط فيها الخضار علشان المية دي اما تغلي في الفرن هيطلع منها البخار على الخضار، والفراخ هتنزل الصوص يعني من كل النواحي، هيستوي الخضار من كل شكل، من تحت بالمية والبخار، ومن فوق بالصوص بتاع الفراخ. اهو حطيت المصفى عليهم وفردت فيها الخضار. هجيب بقى الشبكة واحطها عليها، هي كده مش عايزة تقف على الرجلين فقلبتها الناحية التانية، وهرص عليها الدبابيس. يعني كده ايه، كأننا سوينا كل حاجة لوحدها، ولكن كله خد من طعم بعضه. انا ليه ما حطيتش بقى الخضار في الصينيه؟ لان كل الدسم اللي هينزل من الفراخ هيبقى في الخضار، وانا كنت عايزه اعمله زي السوتيه بالظبط. كده رصيناهم، هندهن وشهم بقى بالصوص اللي اتفضل معانا. دي رشه نعناع هحطها عليه، وهروح دهنه وش الفراخ ببقيه الصوص ده من غير برضو التوم. يعني انا هبل الفرشه في الصوص اللي ايه السايل، التوم هيفضل معايا في الاخر في الطبق، مفيش مشكله خالص فيه. يعني لو ناس مش بتحب التوم ما يتهيألكيش ان كله هيبقى ريحته توم ولا طعمه توم، ده مجرد هيدي نكهة بس. وهدهن كده وش الدبابيس كلها عشان ده اللي هيديني اللون الجميل في الشوي. كده دهناهم كلهم ورصيناهم رصة مظبوطة، ومولعة الفرن بقى. ما ينفعش تحطي على اي فراخ او لحمة على فرن باردة، لازم الفرن تكون سخنة عشان ما تنزلش المية بتاعتها وتنشف وتبقى من غير عصارة كده خالص، تحتفظ بالعصارة جواها. فانا كده مولعة الفرن. هجيب بقى دلوقتي مكعب زبدة صغير كده، وهاخد منه من في كل فتحة من فتحات الدبابيس دي هحط كده فتفوتة قد نواية البلحة، قد نواية الزيتونة، حتة صغنونة كده جوه كل شرخة من اللي انا عملتها في الدبابيس. اولا هتدي نكهة وطعم، ثانيا هتدي لون جميل، اما تسيح هتدي لون حلو جدا. وفي نفس الوقت احنا مش حاطين على الخضار اي زيوت او اي حاجة، فيعني لو دي نزلت منها كام نقطة كده تدي طعم للخضار. اهو شايفين حاجات بسيطة جدا، يعني مش قادرة اقول لكم، يعني قد نواة الزيتونة فعلا. وكده الفرن سخنة، هدخل صينيتي بحالها كده بعد ما ظبطناها، وهي طلعت الحمد لله. خدت حوالي ساعة الا ربع في الفرن، وطلعت باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وعملت شوية رز بشعرية وجنبهم الخضار السوتيه والدبابيس بتاعتنا. أكلة خفيفة وسهلة وسريعة، إن شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.